هذه المباراة كانت مباراة عصيبة وصعبة، وأعتقد التحكيم ساهم أيضا بزيادة صعوبتها ووصفها بمباراة درامية، وأعتقد الحكام مساعدين بشكل أساسي كان لهم دور كبير في ذلك. طبعا سوف نستعرض بعض من هذه الحالات، ليست كلها لأنها الحالات كثيرة، سوف نستعرض أكثر الحالات تأثيرا على مجريات اللقاء. الحالة الأولى ونتحدث عن الهدف، طبعا هو هدف إعادة الأمل بالأحرى، هو هدف بايرن ميونخ الثاني في الدقيقة 77، كرة مرفوعة إلى داخل منطقة الجزاء، طبعا لا وجود مولر الذي لعب الكرة بالصدر، سوف نلاحظ ذلك. طبعا راموس بعد ذلك سجل هذه اللحظة الأهم، هذه هي اللحظة الأهم. في البداية مولر لم يكن في موقف تسلل، لكن في هذه اللحظة عندما لعب الكرة طبعا ليفاندوفسكي كان متقدما عن آخر ثاني مدافع وهو راموس، لكن اللحظة الأساسية هنا لحظة لعب الكرة بالصدر، إذن هو على خط الكرة، كان متقدما على خط الكرة. الكرة التي لامست الصدر فكان ليفاندوفسكي متقدما على الكرة التي صدمت بالصدر وذهبت إليه، وبالتالي هذا بالتالي هذا تقصد في تسلل كابتن؟ تسلل. نعم. مين تسلل؟ مولر تسلل؟ الرجاء قطع الصوت علي حتى استطيع ان اسمع الاستديو. كابتن تسلل من؟ مولر ليس في موقف تسلل، لكن عندما لعب الكرة ليفاندوفسكي كان متقدما بهاللحظة، كان مولر وكان ليفاندوفسكي متقدما على آخر ثاني مدافع وهو راموس. القضية هنا ليست آخر ثاني مدافع في هذه اللحظة، اللحظة الثانية هي لحظة لعب الكرة هي متقدمة على المدافعين، وبالتالي المقارنة بين الكرة وبين اللاعب الذي وصلته الكرة، الخط الأصفر هو خط الكرة، هو الخط الذي لمست فيه صدر الكرة ومن ثم ذهبت، كان متقدما عن الخط الأصفر بفارق القدم أو فارق الساق، وبالتالي هو أقرب من الكرة إلى هو أقرب إلى خط المرمى من الكرة في لحظة لعبها أو في لحظة لمسها بالصدر، وبالتالي هذا يستوجب أن يحذف هذا الهدف لوجود حالة تسلل. حالة ثانية كابتن وصعبة جدا. الحالة الثانية كابتن طبعا كابتن، لكن ليفاندوفسكي ما لمسش الكرة، ليفاندوفسكي ما لمسش الكرة، أرجو الإعادة. ليفاندوفسكي لم يلمس الكرة، هو راموس اللي لمس الكرة. راموس ما في مشكلة. لا أنا أردتك أن توضح لأنها مهمة جدا للمشاهدين. ما في مشكلة، هنوضح. ناتشو لمس الكرة تماما. نذهب هنا في هذه اللحظة هو مشارك باللعب، بغض النظر أنه وصل إلى الكرة هو يحاول أن يلعب الكرة، وبالتالي هو متداخل بهذه الحالة مع راموس. إذن هو حقق من وجوده في موقف تسلل في اللحظة التي مرت فيه الكرة بالصدر. نعم. حصل تداخلا مع الخصم، وبالتالي هو هذا الهدف تسلل. الحالة الثانية بطبيعة الحال الإخراج كان سيئا في هذه الحالة، لأنه لم يرينا اللحظة التي لعبت فيها الكرة. هنا نتحدث هنا هجمة، ومن ثم هناك المخرج يعيد إحدى اللقطات الأخرى. هنا فيدال يقوم، ليست هذه الحالة. نعم. طبعا فيدال يقوم بعملية ركل. هنا الحكم طبعا لم يشاهد الحالة بوقتها الطبيعي لأن كان هناك إعادات. الحكم أبرز البطاقة الصفراء ومن ثم حمراء، وهنا ندقق هنا هذه اللحظة هي لحظة ركل بأسفل القدم على قدم الآخر. هذه اللحظة نقف. أرجو الرجاء الوقوف. ليس احتكاك يعني كابتن؟ لا طبعا هذا احتكاك. أرجو التقدم كمان. أرجو التقدم. هذه اللحظة ليس عاديا. نرجو نعود إلى الخلف والله قليلا. نعود إلى الخلف. هذه اللحظة ليست عادية. هنا اللاعب يمنع اللاعب من الوصول الكرة بركل وجه قدم اللاعب أو مشطه الداخلي، وبالتالي هذه عرقلة. ورأى الحكم أن هذا اللاعب كان قادر على التقدم والاستحواذ على الكرة والتقدم لبناء هجمة واحدة، وبالتالي هو أعطاه الإنذار الثاني لهذا السبب. نعم. وهذا القرار صحيح. طبعا عندما نحسب هذه المخالفة تكون المخالفة أقل قوة هي مخالفة ركلة الجزاء المحتسبة لصالح روبن، التي بالكاد كان هناك تلامس على مستوى رأس القدم. هذه الحالة الثالثة في الدقيقة 105، هدف كريستيانو الثاني في المباراة الذي كان صريحا وواضحا وحالة تسلل لا لبس بها.
لا لبس بها. واستغرب بهذه اللحظه حاله غايه في السهوله. لكن اين المساعد كابتن هنا؟ هو المساعد الذي يجب ان ليس الحكم فقط. الحكم المساعد هنا مجري نايم. راموس يمرر الكره الى كريستيانو. طبعا هنا ألابا هو اخي ثاني مدافع. هذه اللحظة لحظة يستطيع أن يجمع بين لحظة لعب الكرة وأخي الثاني مدافع واللاعب الذي تصله الكرة. زاوية ممتازة ومثالية لتقييم صحيح لوجود حالة تسلل. أستغرب ذلك. طبعا لعبت الكرة، نستمر لنلحظ طبعا حتما سيكون هناك تغيير لأوضعية اللاعبين. تغيرت وضعية اللاعبين عندما استلم كريستيانو الكرة، كان ألابا قد عاد ليقوم بعملية تغطية. اللحظة هي الأهم، لحظة لعب الكرة. يبدو أن الحكم لم يعير انتباه أو تركيز كافي للحظة لعب الكرة، وهي قضية ذات أهمية وهذا من صلب عمله. الحالة الثالثة في الدقيقة 110 هجمة مرتدة واختراق من مارسيلو، ومن ثم يلعب الكرة عرضية. حالة تسلل واضحة أيضا للأسف. هنا الحكم بقي مع أخي ثاني مدافع، يجب أن يتقدم، يترك أخي ثاني مدافع ويذهب مع الكرة. هذه اللحظة كريستيانو الحكم مساعد خلف سابق الكرة نعم. كما هي لحظة لوفنسكي الذي تدخل مع الخصم. إذا هنا أيضا حالة تسلل، تدخل في اللاعب، وطبعا هو متقدم بالمقارنة مع الكرة، هو متقدم، هو أقرب إلى خط المرمى كريستيانو. لحظة تمرير من زميله مارسيلو، وبالتالي قرار الحكم أيضا خاطئا. 3 أهداف أعتقد جعلت المباراة دراماتيكية وجعلتنا يمكن أن نذهب باتجاه وقتين إضافيين. وطبعا هذه هي كرة القدم. طبعا لدينا حالات أخرى إذا تمكنا سنستعرضها في الحصيلة. شكرا.